اهلا وسهلا بكم. دلوقتي وانا ماشيه لقيت عم عبد المنعم الراجل الطيب ده ماسح الاحذيه، وسالته انت منين؟ قال من اسيوط وجاي هنا يعني في الدقي او الجيزه، يعني يسترزق. فرحلته من اسيوط للجيزه هنشوفه هيقول لنا عليها ايه. عم عبد المنعم، قول لي انت رحلتك، انت من اسيوط؟ اي، منين من اسيوط؟ من غنايم. طيب وعندك كام سنة ولا بتشتغل؟ عندي 70. وايه اللي خلاك تيجي هنا؟ اكل العيش. اكل العيش. يعني رحلتك من اسيوط للقاهرة مش كده؟ اشمعنى الدقي اللي قعدت فيه؟ ما قعدت في كل حته في مصر مش في الدقي. طب الله يعينك. دلوقتي الاربطة دي بتبيعها مع كل الوانها الجميلة دي؟ ايوه. طيب وايه عندك كام معين؟ عندي 7. كنت بتشتغل ايه الاول يا عم؟ كنت فلاح. فلاح. وسبت الفلاحة ليه من الارض؟ عشان انا كبرت مش قادر شغل الطول، انا ما عنديش ارض. اما اشتغل. مراتك عايشة مع ابنها؟ مراتك عايشة؟ لا. بيتك في اسيوط؟ بتروح كل قد ايه؟ بروح كل 3 4 اشهر. يعني رحلتك من هنا لهنا. اكتر حته بتقعد فيها فين يا عم عبد المنعم؟ هنا في الدقي. في الدقي. طيب يا عم عبد المنعم، طب بتمسح الاحذيه في حد معين جالك مهم او مشهور؟ لا مفيش. انا ما اعرفش حد، انا اللي عم يجي امسح له وخلاص. طب والرواتب كام يا عم عبد المنعم؟ الرواتب ب 3 جنيه. ب 3 جنيه. والحذاء بتمسحه بكام؟ بمسحه ب 3 جنيه برضه. طب هنا ولا اسيوط افضل في رمضان؟ لا هنا. من حيث ايه بقى؟ من حيث برضه الواحد عامل استرزق، يبقى اسيوط ما فيش عمال فيها شغل، ما فيهاش شغل. طيب يا عبد المنعم، انا بشكرك جزيل الشكر وربنا يرزقك ان شاء الله. كريم. ويرزقنا. ولادك كبار؟ كبار. عندهم كام؟ اعمارهم ايه ولا بيشتغلوا؟ يعني فيهم بنات لسه ما اتجوزوش. كويسين معاك؟ الحمد لله. هنعمل ايه؟ الحمد لله. هنعمل عندك إيه؟ ارض في اسيوط؟ لا والله. طيب يا عم عبد المنعم ماشي. بتتنقل من هنا في القاهره والجيزه فين وفين؟ اما اتنقل من هنا اقعد شويه هنا في المنيب. بس. طيب يا عم عبد المنعم، عايز حاجه؟ لا والسلام. بشكرك وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. شكرا. ودي كانت رحلة عم عبد المنعم، وقلنا نستضيفه ونشوف الدنيا فيها ايه. انا بشكركم والى اللقاء. كان معاكم نجوى عبد العزيز من دفتر احوال. شكرا.